جيتكم مقطع إلا للتاريخ ومفيد من معنى الكلمة. سوق في داخل الإمام، قريب على الإمام رضا، يعني في مشهد. هذا السوق شنو؟ هسه حتى أعطيكم كل تفاصيله. هذا سوق أثري، خلميا من باب نواب صفوي، العنوان ماله من باب نواب صفوي. هذا السوق تاريخي جدا. شنو شغله؟ احنا ما نقول باله، لا، البعض اهل المحل يقول هاي البضاعة تنخزن مثلا عند التاجر فترة، تجي هنا تنباع بنص قيمة. هذا السوق حبينا انه ننصحكم. السوق مشهد تدخله من باب نواب صفوي تروح عليه قبل. سوق اثري وتاريخي، واسعاره يعني شيء يعني شيء رخيص جدا. كل شيء متوفر، اغراض الكترونيه. وها اكو معلومه كلش مهمه، الوقت مالته كل ايام الاسبوع مفتح من 8 صباحا ل 8 ليلا. هذا نظام السوق، يعني ما يد اعطي كل المعلومات كون اعطيك معها بالتفاصيل. هسه حكمل لكم المقطع. اكو قسم من الملابس واحذيه البالة، واكو قسم جديد. بس شنو الجديد مالتهن؟ يعني بضاعة مخزونة وجاي تنباع هنا بنص قيمة. مكان ما نقول احنا هناك عندنا نقول هاي قيمتها 20 تصير 10، واذا 10,000 5,000. هاي من ناحية الجديدة. واكو للشباب بالة بانواعها، من الاحذية والملابس بانواعها، شغلات نسائية، كل شيء متوفر، كل شيء متوفر. هسه حصعدكم للطابق الثاني. هاي الاحذية الماركة. هسه صعدت على الطابق الثاني، راح اكمل لكم المقطع. بعض المواد يعني تخص المسجل ما مسجل، السيارات يعني كلها ماركة وبأسعار خيالية. شوف هاي كلها ماركة، فشي مرتب. أشياء عجيبة تدوخ، الملابس بأنواعها، الأحذية. راح نصعد على الطابق الثالث ونوريكم بعد. تعال نصعد للطابق الثالث. هيا نصعد للطابق الثالث لهذا السوق العريق التاريخي. هذا عمره تقريبا بال 300 او 350 سنة. الطابق الثالث هسه صعدنا عليه، راح نوريكم. سوق عملاق. هذا يسوى انه تجي تخلص لك بيه وقت.